السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ سارة. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وانتما كتشوفوه. هذا الفيديو إن شاء الله غنشارك معكم فيه اقتراح اللي تقدروا تقدموا في مائدة الإفطار، مائدة رمضانية. عبارة على ساندويتشات بواحد الحشوة باردة بدون طهي، كتجي لذيذة وبنينة بزاف وبشكل مختلف، كتجي رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، انا متاكده غينالوا الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، الله يجازيكم بخير، باش تشجعوني، وايضا بارطاجيو الفيديو والقناه باش العائله ديالنا تزيد تكبر، وايضا باش تزيدوا تشجعوني. غادي نحتاجو هنايا في المكونات لواحد الزلافه ديال الماء اللي كيكون دافي. عندي معلقه من خميره الخبز، يا اما تستعملوا الحبوب او الخميره المعجونه. دائما الكميه ديال الخميره كتبقى على حسب الجو. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، كنخلط الكل حتى كتذوب لينا داك الخميره مع السكر سنيده مع الماء اللي كيكون دافي. من بعد كنزيد هنايا كميه الدقيق الابيض. كيف ما شفتوا معايا الزلافه اللي عبرت بها الماء هي اللي كنعبر بها حتى الطحين ديال الفورس. غادي ندير زلافه ديال الفورس مع الفينو. بالنسبه للفينو درت 4 ديال المعلقات كبار ديال الفينو. القياس راه مضبوط. زلافه ديال الماء زدت معاها زلافه ديال الفورس و4 ديال المعلقات كبار ديال الفينو. غادي نزيد شويه ديال الزعتر، 4 كاس ديال زيت نباتيه اولا زيت الزيتون، كيبقى لكم الاختيار، كيس واحد من خميره الحلويات. وغادي نخلط هذا الشيء هذا كامل مزيان مزيان بهاد الفوي حتى كندمج المكونات وكنخلطهم هكا، كنحس بداك الشيء راه تخلط مزيان مزيان. من بعد غادي نزيد الزلافه الثانيه ديال الطحين ديال الفورس. غادي نبقى هكايا كنغربل شويه بشويه، وغادي نوريكم في الاخير القوام ديال العجين كيف خصكم تحصلوا عليه. صافي هنايا انا تخليت على الخلط اليدوي وغادي نعجن بيديا باش هكا نتحكم في القوام ديال العجين ونعرف الكميه والقياس ديال الدقيق اللي باقي مازال خاص يدخل في هذا العجين. غادي نزيد هنايا بالنسبه للطحين يكون من نوعيه جيده وخصو يتغربل ضروري ومؤكد. الزلافه اللي غادي تعبروا بها الماء هي اللي غتعبروا بها حتى الدقيق، باش هكا كيجيكم العبار هو هذاك. بالنسبه للقياس ديال الطحين، فزلافه ديال الماء دخلت فيها جوج زلايف ديال الفورس مع 4 ديال المعالق كبار ديال الفينو. صافي هنايا كيف شفتوا معايا في الاول راه العجينه كتكون شويه خفيفه. ضروري باش هكا لي ساندويتش ديالكم كيجيوكم رطب وخفافين، ما كيجوش مدقسين. ضروري من هاد النقطه هادي. صافي كندق فيها واحد شويه هكا ماشي بزاف. كنجمعها بهذا الشكل هذا وغادي نخليها هنايا حتى كتختمر وكيضاعف الحجم ديالها. ضروري من هذه الخطوه هذه باش لي ساندويتش ديالكم كيف ما قلت لكم كينجحوا معكم. غادي ندهن الوجه ديال العجين بواحد شويه ديال الزيت، ومن بعد غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نحطها في شي بلاصه هكا دافيه في الكوزينه حتى كيضاعف الحجم ديالها وكتنتفخ. من بعد هنايا ما خمرات العجينه ديالي كيف كتشوفوا معايا. كنديغازيها، يعني كنحيد من هذاك الغازات وداك الهواء اللي تشكل فيها، ومباشره كنحطها على سطح العمل. ضروري ترشوا بالطحين. العجينه كيف سبق وقلنا كتكون كتلتصق وكتكون خفيفه، فضروري باش اننا نعاونوها بالطحين عفوا بالطحين. وكنرشوا سطح العمل مزيان مزيان بالطحين. هنايا كناخذ واحد المدلك وكنبقى نرش سطح العمل وكنبقى نقلب في داك العجينه باش هكا كنتاكد باللي العجينه ديالي راها ما لصقاش ليا على سطح العمل. ضروري من هاد الخطوه هذه تبقاو تحركوا فيها وتقلبوا فيها وتاكدوا باللي راها ما لصقاش ليكم. صافي هنايا من بعد ما كنرشها هكا مزيان مزيان، كناخذ هنايا اي اداه، يعني سكين ولا هاد الجره ديال البيتزا اللي كانت توفرت لكم. كنحيد داك الاطراف اللي كيكون عندي هكا في الجناب مقادينش. بالنسبه لدوك الاطراف راه ما كيضيعوش، راه بطبيعه الحال راه غادي نعاود نجمعهم وغادي نعاود نطلقهم بنفس الطريقه، وغادي نقطع هكايا بشكل طولي وعاوتاني بشكل بالعرض. هنايا كيف شفتوا معايا كنقطع 4 بالطول و4 بالعرض، حصلت على 16 المربع. يكونوا عشوائيين، يعني ماشي ضروري يجيوكم بحال وقد كنصفهم هنايا في صفيحه ديال الفرن. وهنايا غادي نجي باش نخلط معكم هنايا الخلطه اللي غادي ندهنوا بها الوجه ديال هاد الفطائر او هاد لي ساندويتش. درت هنا قليل من زيت الزيتون مع شويه ديال المعدنوس مقطع. غادي ندهنهم هكايا من الفوق مزيان مزيان.
باش كيجي داك الشكل ديالهم زوين، وحتى المنظر كيعطي منظر رائع لهاد لي ساندويتش هادو. وحتى بالنسبه لداك الطحين اللي كيكون هكايا في الوجه ديال هاد العجينه ما كيبقاش، وفي نفس الوقت كتزيد هاد الزيت هادي كتهشش لينا هاد العجينه. هنايا غادي ندهن هكايا مزيان مزيان، وبنفس الطريقه غادي ندهن الكميه اللي تبقات ليا راني واضعاها في واحد الصينيه واحده اخرى. المهم هنايا انا غادي نخدم معكم هاد الصينيه، ونفس القضيه اولا نفس المراحل غادي نتبعهم الباقي الكميه. هنايا من بعد ما دهنت بداك الزيت مع المعدنوس كندير واحد شويه ديال الفرماج حمر، ماشي بزاف، غير واحد شويه. ومن بعد غادي ندير هاد العمليه هكايا بالصبعان ديالي باش هكا ما كيتنفخوش، وكيجي حتى الشكل ديالهم كيجي زوين منها، كيعطيو واحد الشكل زوين، وفي نفس الوقت ما كينتفخوش في الفرن بما انه درنا فيهم الخميره ديال الخبز. من بعد هنايا انا حاولت باش نبعدهم شويه حيت مازال غادي يتنفخوا. هنايا فضلت انني ندير شويه ديال الفلافل اللي قطعتهم رقاقين بزاف بزاف، والزيتون خضر. المهم تقدروا نتوما ديروا هكايا دوائر ديال المطيشه، الزيتون كحل، زيتون خضر، فلافل. المهم كيبقى لكم الاختيار. ومن بعد كندخلهم يطيبوا. الفران كيكون سخون من قبل، والعافيه كتكون متوسطه بشعل غير من التحت حتى كيطيبوا. ومن بعد كان صافي كنخليهم هكا كياخذوا واحد اللون هكا خفيف من الوجه ديالهم صافي، وهكا كيكون الشكل ديالهم. بالنسبه للسمك ديالهم نتوما كتحكموا فيه، الا بغيتوا يجيوكم هكايا مهبرين كتقدروا تخليوهم شويه غلاظ. فاش كتجيو تطلقوا العجينه ديالكم بالمدلك كتخليوهم شويه غلاظ. مهم وكتحاولوا تقسموه اولا تفرقوا هاد الخبز ديال الساندويتش ديالكم بشي سكين اللي يكون منشار من الاحسن. هنايا بالنسبه للحشوه خديت هنايا كميه من الكاتشوب مع الصوص ديال المايونيز. وبالنسبه لهاد لي صوص تقدروا ديروا اي نوع من لي صوص كيعجبكم، يعني ماشي ضروري ديروا الكاتشوب والمايونيز. انا مشيت مع السهله. هنايا درت واحد البصله صغيره مشلضه هكايا رقيقه، عندي فلفله الوان قطعتهم، وعندي هنا شويه ديال لادان فيمي حتى هو اللي قطعته هكايا شويه صغير. المهم هادشي كامل كنقطعوه قطع اللي كتكون صغيره. وفي نفس الوقت غادي نزيد شويه ديال الطون اللي كنصفيه من الزيت، والزيتون اللي كيكون خضر. غادي نحرك هاد المكونات هذه جيدا حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. تقدروا هنايا تزيدوا بعض الاضافات اولا تستغنوا على شي حويجات. المهم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. تقدروا تحكوه خيزو كيف جهه رقيقه، تقدروا ديروا البيض مسلوق حتى هو تحكوه. مهم بزاف ديال الاختيارات تقدروا تضيفوها. هنايا كناخذ هاد الخبيزات هادو من بعد ما حليتهم كنعمرهم هكايا مزيان مزيان. ومن بعد غادي ندير واحد الطريف ديال الخس هكا من الفوق. صافي هذه هي الحشوه، اسهل منها ما كاين وكتجي لذيذه وبنينه. ومن بعد غادي نزيد الفرماج ديال الساندويتش، وبنفس الطريقه غادي نستمر ونكمل هاد الكميه ديال الحشوه اللي غادي اللي غادي تكفاني. بطبيعه الحال راه ما استعملتش اولا ما كفتنيش الحشوه لداك الكميه كامله ديال لي ساندويتش، فانا وضعتهم في المجمد في واحد الكيس بلاستيكي، وضعتهم في المجمد المره واحده اخرى ان شاء الله بحول الله. فهذه هي الكميه اللي كفتني هاد الحشوه هذه. كيف قلت لكم درت حتى قطع من الفرماج ديال الساندويتش اللي كيزيدوا بنا لهاد الساندويتشات هادو. تقدروا ديروهم المائده ديال الفطور او للسحور، ولا حتى بالنسبه للوليدات هكايا الكوتا ديال المدرسه كيجيو رائعين جدا. ولذاذين بزاف بزاف في شكل جديد مختلف. انا متاكده غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلام عليكم.